بسم الله الرحمن الرحيم. حلقتنا النهارده عن طاجن المسقعة بالفرن. أنا عاملة بقى كده المسقعة المشطشطة، مش قادرة أقول لِك بقى على الطعم والريحة في منتهى الجمال. أنا باطلّع كده بقى منها هي كده بعد ما استوت، مش قادرة أقول لِك فعلًا جميلة جدًا، وأهم حاجة إن هي مش شاربة زيوت خالص. معانا بقى كده بتنجان رومي وفلفل رومي، ومعايا فلفل حامي. أول حاجة باكون غاسلة البتنجان ومنشفاه خالص، وبعد كده بابتدي إن أنا أشيل الكاسة بتاعته كده من فوق، وباشيل القطعية بتاعته الموجودة من تحت. بعد كده هابتدي إن أنا أقطّعه كده حلقات، وبتكون حلقات محمّلة شوية، عشان هو هيخش معايا كمان الفرن. ده كده زي ما انتم شايفين بقى كده البتنجان اهو، باجيب مصفى وهبتدي ان انا ارص فيه البتنجان ده، ودي خطوة مهمة جدا. هبتدي كمان ارص بقية البتنجان كله في قلب المصفى، وهديه كده رشة كويسة بالملح، وهحط تحت المصفى طبق، وهسيبه في مكان دافي لمدة كده ساعة ساعتين لحد ما يتخلص البتنجان من السوائل الموجودة جواه. انا هنا عايزاها مشطشطة، فمعايا 3 قرون فلفل حامي، وبقطع هنا تقطعات كبيرة شوية. كمان معايا هنا فلفلتين كده من الفلفل الرومي، وبرضه هخرطها كده تخريطات عريضة شوية. حابة هنا انت بقى عايزاها تكون باردة، تقدري تكتري في الفلفل الرومي وتقلي من الفلفل الحامي. ده كده بقى البدنجان خلاص، بعد ما احنا كده ايه، بعد ما قعد ساعتين انا اديته كده شطفة تحت الحنفية كده، وهبتدي ان انا اجيب فوطة مطبخ. خلاص الفوطة دي انا مخصصاها للخضروات بتاعتي. هبتدي ان انا انشف كده البدنجان ده خالص، هنشفه من الناحيتين بحيث ان انا احس ان هو بقى كده جاف خالص وناشف. عندك منشف مطبخ تقدري ان انت تمسحي بيه، مفيش مشكلة، بس انا الفوطة دي مخلياها للخضروات بتاعتي. هبتدي انشف البتنجان كده كويس خالص، ودي بتساعد ان هي ما تشربش معاكي زيت وانتي بتحمري. خلاص كده انا نشفت البتنجان بتاعنا كله كده بالطريقه دي. هجيب طاسه واحطها على النار، وما بتحطيش هنا كميه كبيره من الزيت. بصي الكميه اللي انا حطاها دي صدقيني انا قليت فيها البتنجان كله، وقليت فيها كمان الفلفل الرومي، وهتشيب مع بعض. باحط هي كده البتنجان، ولازم يكون الزيت بتاعك سخن قبل ما تنزلي بيه البتنجان، عشان ما يقعدش معاكي فترة طويلة على ما ياخد معاكي لون. خلاص هبتدي ان انا احمره لحد ما كده يلون معايا، وبيكون لون دهبي فاتح، عشان انا هدخل الفرن. هتكمل كمان شوية كده عشان كله ايه يختلط كده مع بعض ويديكي طعم حلو. فانت هنا بتفتحي في اللون وانت بتحمريه. باطلّعه بقى على مصفى عشان لو في بقايا زيت نتخلّص من بقايا الزيت الموجودة في البتنجان. وفعلًا أنا قليت الكمية كلّها في بقية الزيت، وده اللي اتبقت حبّة الزيت اللي اتبقوا اللي هاحمّر فيهم الفلفل بتاعنا. وهنا ما باحمّرش الفلفل بالجامد أوي، بس أنا عايزاه بس كده يا دوبك يدبل. بُصّوا يا جماعة والله دي كده الزيت اللي اتبقى معايا من قلي البتنجان وكمية الفلفل. في نفس الطاسة كده على طول باكون معايا راس توم كده مهروسة ناعم. أنا نزلت في نفس الطاسة اللي أنا كنت بعد ما حمّرت خالص نزلت على طول. أنا بصراحة بقى عشان ما فيش أي زيت خالص، نزلت هنا بربع معلقة من الزيت، وابتديت إن أنا أحمّر بس كده إيه التومة بتاعتنا لحد ما تاخد كده لون أشقر كده فاتح. هابتدي أنزل بربع كوباية من الخل، وهاسيب كده الخل مع التومة ياخدوا كده بس غلوة كده على النار. أول ما كده يبتدي ياخدوا كده غلوة على النار، نزلت بعصير الطماطم، اديت رشة من الفلفل الأسود، وهدي كمان رشة من الملح، وهندي كده نص معلقة من الكمون المطحون، وهنقلبها. وهبتدي ان انا اغطيها وهسيبها لحد ما تتسبك. هي كده خلاص اتسبكت كده معانا وبقت جاهزة معانا. بس انا حاسة ان الصلصة تخينة، هبتدي ان انا اديها كمان كوباية صغيرة من المية بحيث ان الصلصة بتاعتنا تفك معانا. هاسيبها كده تاخد غلوة. ولو حبيت ان انا اديها كده رشة بقى من الكمون برضو ورشة من الفلفل، اديت لها رشة بسيطة من الفلفل، وهديها كمان رشة من الكمون. خلاص هديها تقليبة، وهبتدي ان انا اطفي عليها البوتاجاز، وهي كده بقت جاهزة معايا. ده كده البتنجان اللي انا قلياه، قلت لكم ان انا قلياه كده لون اشقر فاتح خالص زي ما انتم شايفين. وده كده انا يا دوبك مدبلة معايا بس كده البتنجان الفلفل. هاجيب كده الطاجن اللي انا هدخله الفرن، وبحط هنا فيه معلقتين كبار جدا من الصلصه في قاع الطاجن. وهبتدي ان انا ارص بقى البتنجان في على الصلصه، وبحط كده بالتبادل كده فلفل وفلفل حامي مع البتنجان لحد ما اخلص الطاجن كله.
عايزه اقولك ان البتنجان ده تقريبا كده كيلو الا ربع من البتنجان مع ربع كيلو من الفلفل، مع كميه الزيت القليله خالص اللي انا كنت قاليه فيها. وصدقيني هي دي الكميه اللي انا حمرت فيها البتنجان كله مع الفلفل. خلاص هبتدي ان انا كمان اجيب معلقتين كده من الصلصه، وهبتدي احط على البتنجان كده من فوق. يبقى انا حطيت من تحت وحطيت على الوش من فوق. اتبقت معايا كده معلقه، بزود لها كده حبه من الميه، يعني تقريبا نص كوبايه من الميه، بفكها كده مع بعض. وهبتدي ان انا ازقي الطاجن كده زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. بديه كده هزه بحيث ان انا كده يبقى مظبوط معايا. بكون مشغله كمان الفرن وعلى 200 درجه بيكون حامي معاكي. هتدخلي بقى الطاجن في قلب الفرن كده على الشبكه، وسيبيه لحد بقى ما يستوي ويبتدي كمان يلون كده معاكي من فوق. ده كده الطاجن بتاعنا بعد ما خرج من الفرن. مش قادره اقولك بقى على ريحته وطعمه فيه منتهى الجمال. واهم خطوه ان كمان ما فيهوش كميه زيوت على الوش خالص. لو تبصي كده وتدققي مش هتلاقي اي زيوت خالص خالص. خلاص. وهبتدي كمان اغرف معاكم كده كمان من الطاجن. بصي يا جماعه شايفين، مش قادره اقولك على الريحه في منتهى الجمال. حاجه لو عملتيها مره هتعملها مره واتنين وتلاته. اهم حاجه ان هي حاجه صحيه وفي منتهى الجمال. دي كانت حلقتنا النهارده عن المسقعه المشطشطه في الفرن. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.